وصف الإرهاب وهو منه براء. هذا دين علم الدنيا السلام، علم الدنيا الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا الرحمة حتى بالنبات. لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوها، بل بالجماد. لا تهدموا بنيانا ولا تنقضوه، لا تخربوا في الأرض. علم النبي صلى الله عليه وسلم العالم الرحمة، ثم يصير دينه الحق الذي رضي الله له ولنا وللعالم إلى يوم الدين، مسبوبا على كل لسان بأفعال خرقاء. ليس شرطا أن يكون ذلك كذلك، نسأل الله أن لا يكون، وأن ينتبه المسلمون حتى يعلموا ما يكاد لهم وما يدبر لهم بليل في السراديب المظلمة من أجل تفتيت وحدتهم ومن أجل تمزيق عرى وطنهم. تقسيم البلد العزيز الحبيب، الدرة في تاج المسلمين، الصخرة العالية التي ينحط عنها السيل، والمنارة العالية المضيئة للناس بالليل، الردء والمجن والدرع والحصن الذي تكسرت عليه أمواج الهمج الرعاع. أعداء الإنسانية من المغول التتر يحطمون يدمرون، يبعثرون الأشلاء كل مبعثر. وكذلك موجات الصليبيين وموجات كل آثم معتد. النبي الشريف الكريم العظيم صلى الله عليه وآله وسلم إياك أن ينكسر لسانه أمام لقمة قاصرة ورطانة فاجرة كافرة، فلغتك الحق وهي المتبوعة وليست بتابعة. إياك أن تنكسر أمام أخذك بظاهر سنة نبيك، لأن غيرك لا يرضى عنه. فليسخط ما شئت. هيئتك ليس بهيئة عبد، وكلامك ليس بكلام عبد، وحياتك ليست بحياة عبد. كن عبدا لله رب العالمين. ما هكذا يجلس العبد، ما هكذا يمشي العبد. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض يأكل عليها، تمر الجارية تقول انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. تحكما يقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. أعظم ما تحققه في الحياة، أعظم من المنصب والجاه، وأعظم من حيازة الأموال واقتناء الدور والأرض وما أشبه. أعظم شيء في هذه الحياة أن تكون عبدا لله، أن تقترب من الغاية، أن تقع عليها لا دونها. وكلما حققت ذلك عرفت معنى الحياة، ولن تعرفه على وجهه حتى تحققه على وجه. رب العالمين أشرف وأكرم مقامات التعبد لله، أكرم مقام يقومه عبد لربه أن يكون داعيا إليه، دالا عليه، مرشدا إلى صراطه، متبعا لسبيل نبيه، مقيما على ذلك، مخلصا فيه، آتيا به على النحو الذي يرضيه.